كل شيء يكتب لينا مبروك، ألف مبروك للمنتخب المغربي، المنتخب الأولمبي والمنتخب المغربي لأقل من 17 عام. درنا اليوم بحال لاعبين ضامة 3 في خيط. أول حاجة المنتخب المغربي اللي لعب مع تنزانيا وربح أول مباراة اللي كتقودنا كأس العالم 2026، وواحد النتائج ان شاء الله اللي تكون بحال كأس العالم قطر. وسير سير سير وان شاء الله حنا دايرين النية وان شاء الله تعاود نفس الاحداث 2-0 واول خطوة. وهنيئا للمنتخب المغربي. واحد الملاحظة، التيران ديال تنزانيا العشب ديالو داك الارضية ديالو واعرة على احسن ملعب في افريقيا، وهو ملعب شنو سميتو براقي ياك ديال نيلسون مانديلا. وهذاك اللي تلعب فيه الشان بحالو بحال هذاك، غير هذاك ما مغطيش ولكن عنده ارضيه واعره، والاخر مغطي وعنده ارضيه مغيصه. المنتخب الاولمبي اللي غلب امريكا في واحد المباراه وديه 1-0. وما نساوش الماتش ديال اليوم اللي كان واعر ديال المنتخب المغربي الاقل من 17 عام اللي غلبوا الكبار ديال ايران. ما نقدروش نقولوا هذوك اقل من 17 عام، ما كاين اللحيه قدهم قداش كيخلعوا، ولكن المغاربه ما كيرجعوش للور، بقاو معاهم حتى لاخر لحظه. وفي بيلانتيات بان لينا بونو صغير والتصدي الواعر، مع العلم ان داك الحكم ما كانش حاملنا، ولكن الدراري لعبوا بالنفس ديالهم. الحارس الصغير بونو رجع عاوتاني وتصدى لها المره الثانيه، وبغى عاوتاني يدير لينا الفار والو ما صدقات ليش. ولكن اللي عجبني هما في الاخر فاش ماركا وصافي غلبنا، هو يدير ليه داك اللاعب المغربي دار ليه ديك اللعيبه ديالها زعما سير شوف الفار عاوتاني، ومشى زعما يتاكد منه، ولكن غلبنا وديناها. الف 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 مبروك للمنتخب المغربي، صغار كبار اللي بغيتي الحمد لله كلشي غلب. هدف واعر ديال زياش، كلشي لعب مزيان. بونو حتى هو لعب تبارك الله عليه، بونو اللي كنتمناو ياخذ افضل لاعب في افريقيا حيت كيستحقها لعب. هو اللي قاد المنتخب المغربي في قطر، هو اللي دار بزاف ديال الانجازات اللي ما دارها حتى شي لاعب افريقي. داكشي علاش كيستاهل يكون احسن لاعب، وانا كنعطي الصوت ديالي لبونو. بغيت نصحح واحد الفكره، واحد الفيديو اللي كنت درت هضرت على المؤامره ديال القجع مع مسؤولين جزائريين ضد داك الملعب ديال براقي. الاخوه المغاربه ولا اخوه جزائريين ما كملوش الفيديو، حيت درت واحد الفيديو ودرت المختصر ديالو. داك الريل دار واحد الضجه وشافوه بزاف ديال الناس، ولكن ما كيعاودش الفيديو كامل وما كيعاودش الاحداث كاملين. وانا بالعاني درت هذه القضيه ديال المؤامره باش نوريكم بان المسؤولين الجزائريين كيمشيو ديما غير المؤامره والقجع دار لينا والاخر دار لينا. ولكن الكارثه هي ديك الحاله ديال العشب ديال براقي والارض ديال براقي، وكيفاش الناس كيفاش حتى المدرب قال لهم هذه ماشي ارضيه باش نلعبوا. الناس كيبغيو يلعبوا في بلادهم، حنا ما كنتمناو ما نلعبوش في بلادنا حيت ما كاينينش تيرانات، بغينا تيران واحد عافاكم. هادشي اللي قلت. يعني كملوا الفيديو ديما باش تعرفوا شنو باغي نقول، ما تبقاوش تشوفوا غير الاول وتقولوا لي علاش كتكذب علينا وعلاش. كمل الفيديو واجي هضر معايا ديك الساعات كما بغيتي في لي كومونتير. اذا الف مبروك ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.